بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ النهارده هناخد حروف العطف. حروف العطف 4 حروف مكررين عليكم في سنة تانية وفي سنة تالتة. تعالوا نتعرف عليهم. هما الواو والفاء وثم وأو. طب الواو أو الواو بتفيد ايه؟ بتفيد الجمع، يعني زي مثلا حضر محمد ومحمود، يعني محمد زائد محمود حضروا، يبقى ده بتفيد الجمع. طيب الفاء بتفيد العطف. يعني ايه بتفيد العطف؟ يعني بتفيد ان في وقت بين الحدث اللي حصل في اول الجملة والحدث ايه اللي حصل بعدها. دخل التلاميذ فالمعلم، يبقى في وقت بين دخول التلاميذ ودخول المعلم. تفيد ايه؟ التعقيب والترتيب، وان في مهلة. ماشي. طيب ها ثم بتفيد ايه؟ التراخي، يعني في وقت في النص، يعني دخل التلاميذ وبعدين دخل المعلم. تمام. يبقى الفاء ممكن تفيد السرعة، وممكن تفيد ايه كمان؟ ان هم ورا بعض الترتيب، وتفيد التعقيب مفيش فيها مهلة. لكن ثم ان في هنا وقت بين دخول التلاميذ ووقت بين دخول المعلم. ثم المعلم. طيب الأو بقى للتخيير بين أمرين، يعني هتاكل التفاحة ولا الموزة؟ يبقى تناول تفاحة أو موزة، كل تفاحة أو برتقالة. للشك يعني هم 5 أو 6. للتقسيم للتفصيل ممكن نزود، تبقى ايه؟ قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى. يبقى ايه؟ للتفصيل، يا اما بتوضح ان احنا بنقسم حاجة او بنفصل حاجة او شاكين في حاجة. هم 5 او 6، هم يا اما 5 او 6. او التقسيم هما نوعان، جملة اسمية او جملة فعلية، او يبقى هي هنا مقسم الحاجات لحاجتين. يبقى الأو مش هنلاقيها كتير عندنا السنة دي، بس أكتر حاجة موجودة الواو والفاء وثم، هم أكتر أمثلة موجودة علينا. طيب ذهب خالد وإيه إلى المدرسة. إحنا قلنا لوحدينا وماهر، يبقى وقف القطار فركب المسافرون، ركبوا على طول. طيب ذهب خالد ثم ماهر. ليه خدنا ثم ما قلناش حسينا ان في ان واحد ذهب والتاني لسه ما جاش. استيقظت من النوم ثم ذهبت الى المدرسة. ممكن برضو ثم هنا حسب الفعل، ممكن تبقى ثم وممكن تبقى وذهبت الى المدرسة. لكن هنا معنى الجملة ان انا ما ينفعش اصحى من النوم واطلع على طول على المدرسة، في وقت بين الايه؟ الفعلين. طيب هنا تنفع ممكن اروح مع ماهر، او ممكن ماهر يستنى معايا، يعني برضو هنا ممكن احط الواو وممكن ما احطهاش او احط ثم. طيب خرج محمد ومحمود من البيت، خرجوا مع بعض. رجعت من المدرسة ثم كتبت الواجب. خرج محمد ومحمود، وقفت السيارة فركب التلاميذ. دخل عادل وعامر الفصل، دق الجرس فخرج التلاميذ. دخل عادل اهي زي ما هي وعامر. أكلت طعامي ثم خرجت من البيت. طيب دخل حامد وجابر البيت، ويبقوا هما الاثنين داخلين مع بعض. تناولت الفطور ثم ذهبت إلى العمل. دخل حامد وجابر مرض أخي فذهبنا إلى الطبيب. تمام، لازم عشان هو مرض فنروح بسرعة. طيب تعالوا نشوف هنا نحط أو كلمة أو. ذهب خالد وماهر، كل تفاحة أو موزة. خرج محمد ومحمود، اشرب العصير أو الشاي. وقف القطار فركب المسافرون. رجعت من المدرسة فكتبت أو ثم كتبت الواجب عشان هنا في ثم. طيب وقفت السيارة فركب التلاميذ. أكلت طعامي ثم خرجت من البيت. تعالوا نشوف أو و
دخل عادل وعامر. خذ القلم الأزرق أو الأسود للتخيير أو الاختيار بين حاجتين. عايزين نحل حاجة على أو. دخل حامد وجابر. البسي الفستان الأبيض أو الأحمر، برضو للتخيير بين حاجتين. طيب هنا بيقول لي دق الجرس فخرج التلاميذ، كل تفاحة أو موزة. خرج مرض أخي فذهبنا، زي ما حليناها فوق. دايما أو للتخيير. خذ القلم الأسود أو الأزرق. طيب وبكده يبقى خلصنا حروف العطف. قلنا حروف العطف 4: أو، ثم، والواو. تمام. بالتوفيق ليكوا يا رب، ويا رب تبقوا من الناجحين. متنسوش سبسكرايب ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد، والفيديو يترفع ويبقى واصل لأكبر عدد من المتابعين. وبالتوفيق للجميع والنجاح يا رب. مع السلامة.